اهلا بكم في حلقه جديده من قناه فخراني. النهارده معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن النهارده رجعنا بفيديو جديد، والفيديو النهارده هنتكلم على شويه حاجات. اي نعم احنا مختفيين شويه، ما بنتكلمش خالص على فيديوهات بودكاست قعده زملكاويه. اخر فيديو عملناه اصلا على القناه كان من شهرين، وهو كان بودكاست قعده زملكاويه، وكلمنا فيه على شويه مشاكل حصلت في الزمالك، وبودكاست اللي بنتكلم فيه عادي يعني. النهارده احنا هنتكلم على حاجه جديده جدا حصل. طبعا عارفين بقالنا حوالي اسبوع في دايره كده ان كان في مباراه ما بين الاهلي والزمالك في الدور الثاني في الدوري المصري. المباراه اللي كانت في الدور الاول انتهت بنتيجه 2-1 للزمالك، اللي احرز الهدفين لسيف الجزيري، واللي احرز الهدف لاحمد عبد القادر للنادي الاهلي. النهارده احنا هنتكلم على ماتش الدور الثاني. حصل شويه مشاكل. ايه هي المشاكل؟ الناس اللي مش فاهمه المشكله هنوضح النهارده المشكله. النهارده الفيديو معمول بعد البيان الثاني لنادي الزمالك اللي اكد فيه خلاص ان الماتش مش هيبقى متواجد تماما، ان الزمالك مش هيحضر الماتش، والماتش بنسبه 100% اتلغى الا اذا كان الاتحاد الكوره رأي اخر. خلينا نبدا على طول في الكلام كده ونفهم الاول ايه هي المشكله. ايه هي المشكله اللي دايره؟ في ناس كتير قوي زملكاويه واهلاويه مش فاهمه ايه هو اعتراض نادي الزمالك على النادي الاهلي، وفاكرين ان دي مشكله شخصيه. وفي ناس طبعا من جماهير النادي الاهلي او جماهير نادي الزمالك قالت لك ده خايف يواجه النادي الاهلي. لا طبعا مفيش اي الكلام ده، ومش عشان انا زملكاوي انا بقول الكلام ده، لا انت مفيش اي خوف. سكواد الزمالك دلوقتي سكواد محترم، سكواد الاهلي سكواد محترم، هيبقى فيه التنافسيه عاليه جدا، 50-50 المباراه. مباراه هتبقى كويسه جدا في حال انها اتلعبت. طيب في مباراة الزمالك اللي احنا هنتكلم فيها، خلينا نفهمكم الاول ايه هي المشكلة. المشكلة عبارة عن الزمالك كتب كده في البيان بالحرف، البيان اللي نزله الزمالك بعد مباراة المصري، بعد طبعا الظلم التحكيمي اللي كان واضح جدا من حكم احمد الغندور على ظلم التحكيم على كرة ضربة الجزاء بتاعه احمد السيد زيزو في ضربة الجزاء لنادي الزمالك على نادي المصري، واللي كانت دخلت الكرة باكملها. وحتى لو ما كانتش دخلت باكملها كانت مشكله ضربه الجزاء ان اللاعب باهر المحمدي، اللاعب اللي من النادي المصري، كان دخل منطقه الجزاء قبل الشوط، فكان كده الكره دي كانت لازم تتعاد فيها مشكله. وطبعا تغاضى عنها الحكم احمد الغندور وما اتحسبتش للزمالك. فطبعا بيان الزمالك رجع، نادي الزمالك عمل بيان قوي جدا وبيقول فيه شويه حاجات. خلينا نقراهم مع بعض. فكان بيقول البيان، انا جبت البيان دلوقتي عشان اقراه معاكم. البيان كان بيقول، البيان اللي حصل بعد مباراه المصري على طول عشان نبقى متفاهمين كده مع بعض، كان بيقول ان لا يشارك فريق الزمالك في اي مباراه في مباريات الدور الثاني قبل ان تستكمل الفرق المتنافسه جميع المباريات الدور الاول وفقا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصيه. طب معناه ايه الكلام ده؟ ان دلوقتي لما اجي العب فريق زي الاهلي ما خلص ماتشات الدور الاول باكملها. طبعا عارفين ان الدوري المصري فيه دور اول ودور ثاني، اي دوري في العالم. فمثلا لو جينا على مثال، احنا بس عايزين ننوه حاجه، ان احنا ما عندناش اي مشكله مع النادي الاهلي، احنا بنتكلم كترتيب الدوري وكالترتيب المنطقي. الاهلي مثلا ليه 5 ماتشات مؤجله، منهم ماتش بيراميدز اللي في الدور الاول. الاهلي ازاي ما لعبش ولا ماتش بالخمس ماتشات دول المؤجله في الدور الاول، وهيجي يلعبني انا كفريق الزمالك في الدور الثاني؟ فدي كلها كانت المشكله، وان احنا عايزين يبقى الترتيب المنطقي. يا جماعه احنا دلوقتي في الدوري الانجليزي الموسم الجديد في شهر اغسطس، احنا نزلوا الماتشات كلها من اول يوم للاخر يوم في الدوري من النهارده، من قبلها ب 22 يوم. وده قانون الاتحاد الدولي، ان رابطه الانديه او اي حاجه او اتحاد الكوره ينزلوا جدول المباريات اللي هيتلعب قبل الدوري ب 22 يوم. النهارده انت بتتكلم ان الاهلي كان ليه ماتشات. الاهلي طبعا فريق كبير بيمثل مصر في بطولات كتيره جدا، اكتر من 3-4 بطولات السنه دي. الزمالك فريق كبير بيمثل مصر النهارده في بطوله الكونفدراليه. كان ايه اللي بيحصل معاهم؟ الاهلي عنده ماتش يوم 5، وعنده ماتش مع مثلا يوم 5 كان طبعا كابتن ثروت سويلم كل الاحترام والتقدير طلع في رابطه الانديه وقال ان كان ماتش افريقيا مش عارف بيتصادف مع ماتش الدوري. مفيش الكلام ده. انت كنت بتلعب ماتش افريقيا ما بينه وما بين الماتش التاني العوده مثلا 10 ايام، وفي ماتش محلي دوري محلي في النص. انت كنت بتلغي الدوري المحلي ده عشان تريح النادي الاهلي. وعامه انا مش بقول على النادي الاهلي، حتى في نادي الزمالك كان لما يبقى في ماتش مثلا كنا بنلعب مثلا دريمز الغاني في ذهاب وعوده، كان في ماتش محلي في النص بيتاجل. فازاي فرق يبقى متاجل لها 14 ماتش؟ يا جماعه احنا النهارده في الدوري الكاميروني والدوري الكونغو، فرق المنتخبات الدوريات اللي مع احترامي ليها ما تجيش جنب مصر حاجه. النهارده انت تخش على اي دوري من دول هتلاقي الفرق كلها لعبه 20 ماتش زي بعض. احنا النهارده عندنا في الزمالك عندنا النهارده في الدوري المصري بيراميدز لعب 25 ماتش، الاهلي لعب 17 ماتش، الزمالك لعب 20 ماتش. كل فريق بيلعب اللي على مزاجه، اللي فاضي يخش يلعب. ده دوره رمضانيه، ده نظام دوره رمضانيه. الدورات الرمضانيه في مصر كانت منظمه اكتر من كده. فالصراحه يعني انا مع وجهه نظر الزمالك جدا، انا مع كابتن حسين لبيب وكل الدعم ليه. كانت مشكلتي الوحيده بس البسيطه ان انا كنت حاجز تذكره ماتش الزمالك والاهلي ده، فكنت عايز الصراحه كنتش اعرف ان الجماهير مش رايحه، عرفت بعد ما حجزت التذكره بعد ما دفعت الفلوس. فكنت عايز الصراحه اروح الماتش يعني طبعا، بس حصل بقى اللي
سمعت بقى الفكره والاراء وكده، فطبعا كل الدعم لمجلس الاداره. مجلس الاداره بيحاول يبني شخصيه للزمالك اللي كانت مهدمه عند اتحاد الكوره بقى لها اكتر من 20 سنه، من ساعه 2003 انت مالكش شخصيه خالص مع اتحاد الكوره. مع احترامي الاهلي ليه شخصيه كبيره، الاهلي اتحاد الكوره معاه في ظهره، ومش قصدي حاجه، مش قصدي اي كلام عشان الكلام ما يتاخدش ان الاهلي بيبقى مجامله او الكلام ده كله، لا. النادي الاهلي في ميزه بيتقدمها له من اتحاد الكوره ورابطه الانديه. انا كنادي ايه اللي يضايقني من الميزه دي؟ خلاص انا يا باشا الميزه دي معايا. اتحاد الكوره النهارده لما الزمالك طلع بيان ان هو البيان ده ان هو مش عايز يلعب ماتش، قال له ما تجيش براحتك ما تلعبش، ولو ما كملش الدوري هنزلك درجه رابعه. مع احترامي الاهلي لو كان بعت بيان زي ده والله مصر كانت هتتقلب، واتحاد الكوره كان هيوافق على مطالب الاهلي حتى لو مستحيله. فبعيدا عن كل الحته دي، انا طبعا مع مجلس الاداره جدا جدا جدا، واي زملكاوي مش مع مجلس الاداره مع احترامي هو مش زملكاوي. الزملكاوي الصح هو اللي مع مجلس الاداره. مجلس الاداره احنا بندعمه في كل خطوه. الهتافات اللي حصلت في ماتش فاركو في ملعب المقاولين العرب، في استاد المقاولين العرب، حي حي يوم الثلاثاء انا مش جاي، يوم السوبر انا مستنيك، كل الهتافات دي صح، ومفيش هتافات مضحكه تماما لجماهير الاهلي اللي طلعت او اي جماهير طلعت اتريقت على الهتافات، لا. فعلا انا من يوم التلاته انا مش جاي، وفعلا وحصلت. سمعنا من لعيب من ناس كتيره جدا زي الكابتن احمد شوبير مع كل احترام ليه، طلع قال لك ان بيان ورا بيان ومش عارف ايه وقرارات ورا قرارات، وفي الاخر هيلعبوا الماتش. واللي ما يعرفوش ان الزمالك ما بيغيرش كلامه، والزمالك بتاع زمان بتاع العزبه راحت، بتاعت مرتضى منصور، احمد مرتضى منصور ده راح، كل ده راح، مفيش الكلام ده دلوقتي. مرتضى منصور مع احترامي ليه وكل الاداره دي الكلام ده كان راح، كنا بناخد حقنا ازاي؟ الزمالك لا كان بياخد حقه ايام فتره مرتضى منصور، وحتى لو كان بياخده كان بياخده بالاساءه، بياخده بالشتيمه. دلوقتي حسين لبيب احنا ما شفناهوش طلع من ساعه المشكله دي في لقاء واحد تلفزيوني بالحلو او بالوحش اتكلم عن الموضوع. كله اداره بتتكلم بيان بينزل، ده الصح. ده اللي خلى النادي الاهلي ياخد بطولات بقاله 24 سنه، ده اللي خلى انك في 2003 كان معاه 5 بطولات والاهلي معاه بطولتين افريقيه. النهارده احنا بنتكلم في وقتنا هذا الاهلي معاه 12 بطوله افريقيه، الزمالك معاه 5 بطولات افريقيه بس. هو ده اللي خلى الاهلي النادي دلوقتي يرعب افريقيا كلها. النهارده انت بقالك 24 سنه مفيش اي حاجه. فالصراحه قرار كويس، عجبني جدا. اول مره اشوف ان الزمالك زي ما بيقولوا راسه الف سيف. الزمالك اول مره يبقى مصمم على رايه ومفيش تنازلات. رابطه الانديه عملوا اجتماع 4 ساعات في كابتن في فيلة كابتن حسين لبيب، قال له هنقيل عامر حسين وهنقيل كابتن ثروت سويلم بس مقابل انك تلعب ماتش قمه. رفض كابتن حسين لبيب واشتكى رابطه الانديه في الاتحاد الدولي، لان انت كل الكلام اللي بيتقال مع احترام الجماهير اللي بتطلع تقول لك انت مالك، لا أنا يعني ايه انا مالي؟ يعني ايه انا مالي؟ نادي الزمالك انا على فكره انا لو نادي، مع كل احترامي، انا لو نادي داخليه، لو نادي بلديه المحله، لو نادي في اقل من المتوسط في الدوري الممتاز، انا ليه حق ان انا اتكلم لو شفت ان انا اتظلمت؟ النهارده انت عايز تلعبني ماتش مع الاهلي يوم 25/6، مع احترامي الاهلي انا كنت عادي 60-40 من وجهه نظري كزملكاوي، وقلتها لكل زمايلي وكل الناس اللي اعرفها 60-40 الماتش ده لمصلحه الزمالك. مع كل احترامي لنادي الاهلي، ماتشات الدوري الماتش اللي فات احنا شفنا الزمالك قدر يسيطر على الدوري. كل جماهير الاهلي بتطلع تقول لك ده ماتش دوري انت هتستفاد منه ايه؟ ده ماتش ب3 نقط. اقول لك على حاجه، انا ماتش الدوري بتاع اللي فات 2-1 اللي انا كسبتك فيه ده اللي خلاني ناخد الكونفدراليه. هتقول لي انت بتاخد معنويه؟ باخد معنويه لما بكسب الاهلي، باخد معنويه لما بكسب الاهلي، مش حاجه تعبني. منافسي الوحيد غريمي التقليدي، لما بتكسب غريمك التقليدي اكيد بتاخد دفعه، ما فيهاش اي عيب. ماتش دوري، ماتش كاس، ماتش ودي، انا لو كسبت الاهلي ماتش ودي باخد دفعه. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا البطولات بتاعتنا مش بتيجي بالسهل. زمالك، نادي الزمالك بطولته ما بتجيش بالسهل، بتيجي بعد مشاكل، بعد تغيير اداره، بعد وقف قيد. عشان كده لما تيجي كاس الكونفدراليه وتلاقي جماهير الزمالك ماليه الشوارع وقافله الملاعب وقافله كل حته، وتخاف تمشي تتكلم انك تقول انك اهلاوي، ليه؟ كل ده ليه؟ عشان جماهير الزمالك بتفرح بصعوبه. احنا فرحتنا مش سهله، انت فرحتك سهله مع كل احترامي لجماهير الاهلي. انت فرحتك مفيش يا باشا. انت في البطوله العشره بتاعت كايزر تشيفز 3-0 النهائي خلصت يا باشا، خدت البطوله العشره ولا اي حاجه ولا اي حاجه. انا بطولتي بتيجي بصعوبه، انا لو خدت بطوله افريقيه هجري في الشارع، هجري في الشارع. فبس ده كل الكلام اللي عايز اقوله عشان ما نطولش. والبيان الاخير اللي نازل من نادي الزمالك ان هو بيقرر ان هو مش هيلعب خلاص تماما النهارده يوم الاثنين، ما يقرر ان هو مش هيلعب ماتش الاهلي غدا بكره. لسه هنشوف اتحاد الكوره هيرد، هيكون رده ايه. توقعي اللي ملوش لا قيمه على الاطلاق، اتحاد الكوره لا هيرد على البيان، وحتى لو رد انا متوقعي واتمنى ما تحصلش، لعيبه الاهلي هتروح للنادي الاهلي، هتروح الاستاد، والحكام هتروح الاستاد، تمام.
والماتش هيتحسب للاهلي، وحتى لو ما راحوش الاستاد الماتش هيتحسب للاهلي ومش هيتاجل. ودي من وجهه نظري، لان اتحاد كوره خلاص انت عاندت معايا انا هعاند معاك، وانت الزمالك مش الاهلي. ده كان كل حاجه اقدر اقولها على فيديو النهارده. فيديو لطيف، ممكن ما يكون يعني كبير شويه، بس انا حبيت اتكلم فيه. بقالنا فتره كبيره جدا جدا ما بنتكلمش. ان شاء الله قريب هيرجع بودكاست عاده زملكاويه، وهيرجع حاجات كتير جدا باذن الله انا بعملها في القناه. فبس كده، ده كان كل حاجه اقدر اقولها لك في فيديو النهارده. اتمنى تكون فهمت المشكله اللي حاصله، واتمنى تكون انت لو اهلاوي فهمت وجهه نظري، واتمنى ان انت تكون لو انت مشجع تاني غير الزمالك تفهم انا قصدي ايه، وتفهم ان انا على حق. وبس كده، ده كل حاجه اقدر اقولها لك. مش هعمل لايك، مش هعمل كده، بس كده. سلام.